دكتور جاليليو؟ هتلاقيها في ركن هناك ده، هنا كده. دكتور جاليليو، هات لي ازازتين بيره. يا دكتور جاليليو. الصوت ده مش غريب عليا. فانا ما بشربش الحاجات دي بعد اذن حضرتك. انت فين يا دكتور؟ ورحت لحضرتك الجامعه وقالوا لي ان انت اترفدت، قلت هلاقيك في المكان اللي بتحب تقعد فيه دايما، وبقيت تغير جامد يعني. اصل البيره في العلم خطيره، توسع مداركك، تطير. روح يا ابني. روح مين؟ مفيش حد الا انا وانت يا دكتور. معلش. خد بقى يا ابن ابراهيم، الرساله دي رساله انتحار. لا مش احنا. لا يا احمد، والله ما احنا. والله العظيم يا احمد. انثى الصراعوف سرقت ابحاثي وملفاتي، شراباتي وفانيلاتي، ده حتى سرقتها. ده سرقتهم ازاي دي؟ انا واقع في مشكله ميتافيزيقيه من اللي هي، ومحدش هيقدر يساعدني غيرك يا دكتور. بقول لك مسألة حياه وموت. حياه وموت. مش احنا. لا احنا. مش احنا يا جدع. بعد الانتحار بتاعك تبقى تعملها. قابل حضرتك في تراب الغفير يعني. في ايه ليه النكد ده؟ معلش اهدى. مش احنا. لا يا احمد، والله ما احنا. والله احنا. طيب. مش احنا. لا احنا. مش احنا يا جدع، والله ما احنا. فاكر يا دكتور جاليليو قلت لنا ان في كتاب بيتكلم عن مصاصين الدماء؟ في ايه ليه النكد ده؟ معلش اهدى. مش احنا. لا يا احمد، والله ما احنا. والله احنا. طيب. واهم انجازاتهم ومشاريعهم. ده كتاب من زمن فات. بس بقى اقعد ساكت بقى. فات. هو الكتاب ده يا دكتور.